السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. زي ما احنا متعودين يا حبايبي، النهارده موعدنا الاسبوعي، بقدم لكم الاسعار. يا رب الاسعار تعجبكم وتنول اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو يا حبايب قلبي، يلا بقى كومنت حلو كده زيكم وفرحوني وادعموني باللايك وبالاشتراك. هنسمي الله، وقبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا نصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وزي ما احنا متعودين بقى يا حبايب قلبي، واول حاجه هي بنبتدي بيها هي الطماطم. انا امبارح نزلت السوق، انا بصور الفيديو ده النهارده بس. انا جبت الحاجات دي من امبارح يا حبايب قلبي، كنت تعبانه ما قدرتش اصورها، فشلتها في التلاجة وقلت اصورها معاكم وتشوفوا الاسعار. والله عشنا وشوفنا، البصل بقى اغلى من المانجا ما شاء الله. وجبنا يا حبايب قلب الطماطم دي جبت 2 كيلو ب10. دي أنا الراجل يعني منقيها كده، في يعني في ب8، هي في ب8 احسن طماطم ب8، دي قال ب5. فجبت 2 كيلو ب10، هي حلوه خالص يا حبايبي وجامده ما شاء الله عليها. وهنا الخيار برضو حجمه كبير ما شاء الله، بس حلو ماشي الحال. جبت كيلو وربع ب10، ده كيلو وربع ب10، وفي الصغير ب15 جنيه. بس ده صبح وحلو والله يا حبايب قلبي ما شاء الله. انا جبت الطلبات وشلتها بقى في التلاجة، وقلت الصبح ان شاء الله اصور الفيديو معاكم واقول لكم على الاسعار. وجبت نص كيلو فلفل ب10، الفلفل هنا ب20 يا حبايبي، يا ريت تقولوا لي في الكومنتات سعر الفلفل وصل لكام. وجبت الجزر برضو، الجزر جبت كيلو ب15، لان انا محتاجه جزر، يعني دايما بخليه في التلاجة. فجبت كيلو ب15 جنيه. وهنا بقى العنب الجميل ده، العنب الكيلو ب30. سعر العنب هنا غالي يا حبايب قد، يا ريت تقولوا لي العنب سعره وصل لكام. طبعا الحاجات طالعه من التلاجة منديه بالميه، فبرضو لازم يا حبايب قلبي يعرفوا الاسعار. انا جايبه الحاجات دي امبارح يا حبايب قلبي، يوم الاثنين انا شاريها امبارح بالليل. ونزلت لكم الفيديو النهارده، صورته النهارده ونزلته. يلا بقى حطوا اللايك لو وصلتوا معايا لحد هنا. والتفاح ده الكيلو ب25، جبت 2 كيلو ب50. بسم الله ما شاء الله، حلو خالص يا حبايب قلبي ومسكر، اكلت منه واحده ما شاء الله. حلو ومسكر خالص، وفي منه ب35. ما شاء الله، مش كله بقى، انا نقيته الحجم الصغنن ده، كان ب25 ما شاء الله عليه. وجبت طبعا الجبنه 4 علب، العلبه ب15 يا حبايب قلبي، ده عرض. العلبه ب15، وعلبتين تون العلبه ب40. وهنا بقى نخش على التقيل، جبت مانجا، المانجا دي جميله جدا، النعوم الحلوه دي يا حبايب قلبي ما شاء الله. شوفوا عامله ازاي. انا جبت 10 كيلو عشان اخزنهم. انا هشيلها زي ما هي كده في الفريزر، ولما بحب بطلع الواحده وبقشرها. بتعمل معانا كميه عصير حلوه خالص يا حبايب قلبي. دي المانجا دي نعومي، هي احسن حاجه في التخزين الصراحه، كل سنه انا بخزن المانجا دي. سعر المانجا دي كانت ب30، بس انا خدتها من الراجل، خدت منه 10 كيلو على 25 الكيلو، فحسبهم لي ب250. بسم الله ما شاء الله. انا بقى ما جبتش لحوم ولا فراخ ولا حاجات من دي الاسبوع ده. انا قلت هجيب مانجا، لازم اخزن مانجا يا حبايب قلب. هو كل يوم لحوم وفراخ؟ لا، احنا الاسبوع ده نسلك باي حاجه ونجيب المانجا اللي هنخزنها، بتنفعنا في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. والرز بقى زي ما انتم شايفين، الرز ده انا جبت 10 كيلو. الرز ده بلدي يا حبايب قلبي، الكيلو ب25، انا جبته من واحده حبيبتي اهو. الكيلو على 25 جنيه ما شاء الله. وهنا بقى البطاطس التحمير الجميله دي بطاطس تحمير. هو كان بيبيعها ب15، فانا قلت له انا اخده منك حاجات كتير، فهاخد 2 كيلو ب25 ما شاء الله اهو، حسب ال2 كيلو ب25. ودي التحمير انا جربت منها واحده امبارح، لقيتها تحمير وحلوه خالص يا حبايب قلبي. انا الراجل اللي بجيب منه اسعاره حلوه ومعقوله وبيريحني الصراحه في الاسعار. انا ما رحتش السوق بقى، انا من الاسبوع اللي رحت فيه السوق واتسرقت. لا، قلت اجيب من هنا من المساعيد، كل حاجه هنا في المساعيد حلوه وسعرها حلو وميزان حلال والله العظيم. الكيلو يعني بيوزن حوالي داخل على كيلو وربع ما شاء الله. وهنا بقى البصل، مفاجاه البصل يا حبايب قلبي، وصل الناس بتبيعه ب20 وناس بتبيعه ب17 ونص، مش كل البصل. البصل بقى سعر المانجا يا حبايب قلبي، ايه اللي احنا بنشوفه ده الايام دي؟ الله المستعان. ربنا يديمها علينا بس نعمه ويحفظها من الزوال. وبكده يا حبايب قلبي انا خلصت الفيديو بتاعي معاكم. يا رب يعجبكم ويكون خفيف على قلوبكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.